حلا لقمة الباشا أو لقمة الأمير أو لقمة القاضي شو ما كان اسمها بالباقي لها قد ما هالحلا طعمه كتير طيب ولذيذ. طريقة تحضير سهلة وبسيطة كتير. بالبداية عندي كوبايتين من جوز الهند فردتهم على صينية مقاس 60، بعدين بتنجرة حطيت 4 كوبايات من الحليب، كوباية من السكر، كوباية من الطحين، وحركتهم على البارد ورفعتهم على النار وضليت أحرك فيهم ليصير عندي القوام كثيف. بضيف معلقة من الفانيلا، معلقتين كبار من سمنة البلقة اللي بنكهة الزبدة، وبضل أحرك فيهم بعد ما أطفي النار لتذوب عندي السمنة تماما. بحطهم فوق طبقة جوز الهند بهدوء شوي شوي، بعدين بساوي الوجه من فوق وبدخلهم على الثلاجة تقريبا نص ساعة، بتكون عندي الطبقة جامدة تماما. باخذ الكريمة المخفوقة، أي نوع كريمة أنتم تحبوها بفردها، بتقدر تكون هاي الكريمة بنكهة الشوكولاتة، وبرجع بدخلها تقريبا 10 دقايق مرة تانية على الثلاجة. بطلعها بقطعها بالطول، قصدي بالعرض، بالطول اللي هو، بعدين بالعكس، بعدين بلفها بشكل رولات. طلعوا كيف كتير طريقة برمتها سهلة وبسيطة، والصراحة هي ما بتستاهل أو ما بتحتاج عسل قد ما طعمها كتير طيب ولذيذ، بس هاي فلسفة زيادة مني. رشة عسل مع رشة فستق حلبي تطلع خرافية.